اخواتي قاعدين بيتفرجوا على ام جنى، شافوها بتعمل الفراخ المحشيه بقى رز، قالوا لي ملناش دعوه، احنا عايزين ناكلها، نفسنا فيها. فقلت لهم طب انا النهارده عايزه اعمل اي اكل، مش قادره اطبخ او اعمل فراخ او كده. قالوا لنا ملناش دعوه. يرضيكوا بقى يا جماعه، ام جنى خلاص كل شويه طالعه بحاجه جديده، جوعتهم. كل شوية بتاكل وهما بيتابعوها، بيحبوها، وانا كمان بحبها. قلت لهم خلاص حاضر من عينيا. دخلت المطبخ بقى، وتعالوا نبدأ نشوف احنا هنعملها ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، بحبكم في الله. بصوا يا بنات، جبت 3 فصوص توم وبصلتين، وهنضربهم في الكبة. طبعا انا مش هعملها بطريقة ام جنى، انا هعملها بطريقتي انا. تمام، بالطريقة اللي احنا بنعملها في البيت وبنحبها. جبت البصل ضربته مع كام فص ثوم، جهزت كل حاجه جنبي يا بنات، لان زي ما قلت لكم هم جعانين. انا بجد ما كنتش ناويه ان انا هعمل، يعني هعمل فراخ النهارده او كده، كنت هقضيها اي حاجه بصراحه. المهم جبت طاسه على النار، صينيه كده، حطيت فيها شويه زيت، وهنجيب كمان معلقه سمنه. هي على قد ما احنا بنحبها، بس المشكلة ان هي طريقتها اصلا يعني بتخليكي تاكلي. لو انت عايزة تعملي رجيم او دايت، عايزه بقى تعملي رجيم، فانت انسي موضوع ام جنى، ما تتفرجيش عليها خالص بصراحه. والله ساعات انا ببقى عامله نظام غذائي كده، بعمل دايت، بشوفها بجوع. انتوا كده ولا ايه؟ يعني مش شرط ام جنى، بس انتوا لما بتشوفوا حد كده بياكل ممكن تجوعوا، مش عارفه. المهم يا بنات، نزلت بالقوانص الاول، تمام، وحطيت عليها ربع معلقه صغيره قرفه ورشه فلفل اسود، ونشوحهم كده في الزيت والسمنه. تمام. هننزل بالقوانص الاول لانها بتاخد وقت شويه عن الكبد، وبعد كده الكبده اهو بتاعه الفراخ جبتها برضو وحطيتها على القوانص. بصوا يا بنات، دي فراخ بلدي وزنها كيلو وربع، او يعني كيلو ونص الا، يعني مش كبيره، يعني هي بلدي بس مش كبيره. تمام، يعني مش عاملاها بفراخ بيضة، لا بلدي بس وزنها صغير. انتوا شايفين حجمها كبير كده من الرز. تمام. تمام. شوف بقى لازما تفضلوا تشوحوا فيها لحد ما توصلوا للدرجة دي عشان يبقى ليها طعم. انتوا فاهمين؟ طبعا القرفة بتشيل اي ريحة مش حلوة للكبد للقوانص، مع رشة الفلفل الاسود بتكون طعمها زي العسل. تمام. طبعا هي نفس الطريقة دي زي بتاعة الحمام بالظبط. ننزل بقى بالبصلاية اللي احنا ضربينها بفصين توم، بس بقى مش هنحط الكمية كلها. ليه يا غزل؟ هقول لكم، عشان احنا هنعمل تتبيلة للفراخ نفسها، غير الحشوة اللي احنا هنعملها لها من جوه، هتخلي الفراخ معاكي عسل 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 بقى. بصوا مش قادرة اقول لكم، من النهاردة لبكرة. حطيت رشة من السبع بهارات وملح وفلفل اسود. تمام. وهنحط مكعب مرقة دلوقتي، وشوية من بهارات فراخ. ركزوا معايا كده، وانسوا اي طريقة تانية ممكن تقابلكوا على الجمال والحلاوة والسكر اللي كان في الفراخ اللي انا عملتها النهاردة. شوية كده من بهارات الفراخ بتديها تسكيرة حلوة اوي للخلطة. تمام. ورشة قرفة وملح وفلفل اسود ومكعب مرقة خضار. عايزة انت بقى تستخدمي مكعب مرقة فراخ، اللي انت بتحبيه براحتك، بس انا زي ما قلت لكم كتير، انا ما بحبش غير مرقة الدجاج الخضار. تمام. ننزل بقى بشوية مية، بس شوية مية يكون الرز كده باين، علشان احنا مش عايزين الرز ياخد سوا كامل. تمام. لو وصلت بقى للدقيقة دي من الفيديو، متنسيش اللايك والاشتراك في القناة، واكتبي لي كومنت حلو منك. بصوا، ادي شوية البصل اللي احنا شلناهم على جنب، نحط بقى نتبلهم بايه؟ بملح وفلفل اسود ورشة من السبع بهارات، وشوية من بهارات الفراخ. تمام. وشوية من القرفة. هقول لكم تاني البهارات يا بنات: ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بهارات فراخ، رشة من القرفة. وكل حاجة من التوابل دي بتحطي مقدار يعني زي طرف المعلقة كده. بنعصق بقى البصلاية بيها، يعني بندعكها كده عشان التوابل كلها تاخد من طعم البصل يعني. نقلبهم على بعض، وبعد كده نجيب بقى الفرخة، نعمل لها التتبيلة دي تحت الجلد وفوق الجلد ومن جواها كده، نعمل لها بالتتبيلة ونسيبها شوية. انا سبتها بصراحة لمدة ساعة. تمام. وانتي لو عايزة تسيبيها اطول من كده بالعكس هتكون احلى واحلى واحلى. تمام. بتخلي الفراخ طعمها سكر سكر يا بنات. جميلة جميلة، ريحتها حلوة.
طعمها حلو، الفرخة مستوية. طبعا هقولك قد ايه تحطيها في الفرن. بصوا هي ام جنى، وشوفت ناس كتير بيعملوها في الكيس الحراري، بس انا يعني مش بشوفها، بالنسبة لي مش بتبقى مطعمة حلو زي اللي هنحطها في الشوربة، ونحط لها بصلاية وجزراية في الفرن يعني، ونحط لها التوابل، مستيكة وورق لورا وحبهان وزر ورد، وملح وفلفل اسود. انت الكيس الحراري بتدخليها فيها وبس، خلاص على كده. طبعا الرز كان خلاص وصل، يعني ما استواش قوي، فضيته بقى على الصينيه لان احنا مش هينفع نحشي الفراخ والرز يكون سخن. تمام. بصوا هنعمل بقى وصفه تانية. جبت زيت وسمنه، نزلت معاه ده ربع كيلو لحمه، بصلايه جزرايه، فصين مستكه. تمام. ونجيب زر ورد ونشوح اللحمه، وطبعا في الوقت ده كنت حاطه الكتل على النار. تمام. ننزل بمكعب مرقه خضار. فكنت بقول لكم يا بنات، اللي هي في الكيس الحراري ده ما انا ما بحبهاش. ممكن واحده تانية غيري بتحبها، براحتكم يعني، كل واحد براحته. بس اللي هي في الفرن دي بتبقى اطعم بكتير. بصوا نجيب بقى، جبت حله على النار، حطيت فيها زيت وسمنه، وراها طاسه حطيت فيها معلقه زيت عشان نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. ننزل بقى بشوية لسان عصفور. عايزة اقول لكم من احسن الطرق اللي انتم ممكن تجربوها تعملوا بيها شوربة خضار، بعد تجارب كتير انا عملتها، بعد طرق كتيرة انا عملتها، اطعم طريقة ممكن تجربوها. بعد ما البصلاية بتتشوح يعني مدة 5 دقايق كده، اللي هي تكرمل، ننزل ببصلاية ونخليهم يتشوحوا الاتنين مع بعض. بصلاية ايه، جزراية، سوري يا بنات. نبشر جزراية ونديها تشويحة كده مع البصلاية المبشورة مدة 5 دقايق، وبعد كده ننزل بشوية لسان العصفور اللي احنا حمرناهم لوحدهم. قطع شوربة خضار. بصوا انت هتشوفوا لونها دلوقتي، هتقولي يعني اللي يشوفها يقول زي اورنج كده، يقولوا انت حطلها حاجة لونتها كده. لا، ما حطيتلهاش حاجة، بس الجزرايه المبشورة دي اديتها لون حلو قوي. يعني انت لو عندك اطفال هيشوفوا بس اللون والوان الخضار وكده هيحبوا ياكلوها، عن لو مثلا انت ما حطيتيش الجزرايه دي بتلاقي لونها بيضة كده كأنك رايحة تزوري حد في مستشفى. لا. وشوية لسان العصفور دول بقى حكاية حكاية حكاية. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده في رمضان، يعني على ما اتذكر يعني. نحط ورق لورا وفص حبان واحد وفص مستكة. عايزة تستبعديهم استبعديهم، انا بحطهم. بحط مكعب مرقة وملح وفلفل اسود بس، ما بحطش اي بهارات تانية. نصفي بقى الشوربة. عرفتوا بقى انا كنت بشوح اللحمة ليه؟ عشان عايزة شوربتها. تمام. وعايزه اقول لكم ان الاكل دوت يا بنات بيكفينا على يومين، مش كله يعني بيتاكل في يوم واحد. تمام. انا بصراحه لما بعمل الاكل بقعد يومين ما بعملش حاجه. تمام. نجيب بقى الفراخ كده، كان الرز يعني خلاص ما فيهوش يعني ان هو برد. تمام. نحشي بقى الفراخ. لو انت عايزه تعمليها بفراخ بيضه براحتك عادي، بتبقى طعمها حلو برضو مش وحشه. بصوا يا بنات، انا هقفلها بقى، عندي كبدايه ونصايه شايلاهم على جنب عشان اقفل بيهم الفتحه بتاعه الفراخ، ونكتفها كده. تمام. ونركنها على جنب اهو. وما تمليهاش قوي رز عشان ما تفرقعش منك في الفرن. تمام. انا قلت لكم اهو يا بنات، انا بصراحه يعني كنت قايله لهم تاني يوم هعمل لكم اكل، بس عماله افكر هقول هعمل ايه. فهم وفروا عليا الطريق بصراحه، وفروا عليا التفكير. شافوا فيديو لمجانا مش عارفه منزله من كام يوم، عامله الفراخ المحشيه في الكيس الحراري، وقالوا لي كمان عايزين الرز زياده. قلت لهم ماشي. يعني انتوا لو عندكم حد عنده انيميا، حد نفسه مسدوده، يتفرج على مجانا. هي مجانا طلعت لي في البخت دلوقتي. نزلت بقى يا بنات، حطيتهم في صينيه، نزلت بورق لورا وزر ورد وحبهان، فلفل اسود حصى، جزرايه، هنحط بصلايه وطماطمايه، كانك بتحطي توابل الشوربه بالظبط. مش انا بقول لكم دي اطعم من اللي في الكيس الحراري؟ ليه بقى؟ من الحاجات اللي احنا بنحطها لها دي، البصلايه مع الجزرايه، التوابل بتخلي ريحتها حلوه، طعمها حلو مسكر كده. انت الكيس الحراري بتقفلي عليها وتحطي تحتيه ميه. طب فين ممكن يكون حلو بقى، انا بصراحة مش عارفة يعني. نحط لها بقى الملح والفلفل الاسود، كتروا شوية فلفل اسود كده، هتفرق في الطعم. بصوا بقى الشكل. نجيب لها وشوية من بهارات الفراخ. ده انا عايزة اقول لكم شوية بهارات الفراخ اللي حطيتهم مع الفراخ بقى لما ادخلها الفرن دي،
يا ربي على الجمال والحلاوة، انا عايزاكوا تتخيلوا الريحة. والله العظيم من قبل ما احطها في الفرن، الريحة التعصيجة اللي انا عملتها لها، البصلاية مع الكبد والقوانص فيها فصين توم، ريحة التوابل، الفراخ، ريحتها يا ربي على الجمال. ولا بقى وانا حطاها في الفرن مطلعة ريحة يا بنات. يعني لو حد عندكم بره يقعد يشمشم كده، ايه يا ترى ايه الاكلة دي، يا ترى ايه الريحة دي. جامدة 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 جامدة. ممكن تعملوها في رمضان طبعا مع شوربة الخضار بس كده، وشوية الرز الزيادة اللي احنا هنسويهم بتاع حشو الفراخ واكلة في رمضان. بصوا بقى شكل شوربة الخضار عاملة ازاي. فتحت بقى الفرن هدخلها. بصوا يا بنات هي بتاخد تسوية، يعني بعد ساعة افتحي عليها وشوفيها تمام. تراقبيها بعد ساعة، ممكن تاخد معاكي من ساعة وربع لساعة ونص تمام. بس انتي مش تقعدي كده وتسيبيها، لا، انتي بتراقبيها بتشوفيها استوت ولا لا، بحرف سكينة كده وبتشوفيها تمام. انا خدت معايا الفراخ بالظبط ساعة ونص، حطيتها في الفرن. نفتح عليها بقى، بصوا ولا الرز فك ولا طلع في الصينية ولا فرقعت ولا اي حاجة، الحمد لله. والشوربة دي بصوا زي العسل. انا صفيتها وشلتها في التلاجة، قلت في مرة مثلا اعمل عليها شوية ملوخية، استخدمها في اي حاجة تمام. وحطيتها كده على مصفى عشان لما اجي احمرها الزيت ما يفضلش يفرقع في وشي. هو برضو ما رحمنيش، انا عايزه اقول لكم خدت 3 لسعات في وشي، واحده فوق عيني وواحده في دماغي وواحده في خدي. يعني عملت ميكس بالزيت في وشي، ربنا يسترها وما يعلمش. انا كنت باخد اللسعه في ايديا، النهارده خدتها في وشي، فربنا يسترها. انا جوزي بيجي والله العظيم كل ما يرجع من السفر يلاقيني فيا حرقه، يقول لي ايه ده ايه ده. بصوا بقى انا بحبها الفراخ تكون مقرمشه قوي، تكون متحمره قوي. انتوا عارفين لو فيها حته بيضه كده انا ما اكلش الفرخه، بحبها تكون متحمره قوي. فبصراحه انا احسن حد في البيت يحمر فراخ. ماما بتقولي كده دايما، بتقولي انا بحبك انتي تحمري لنا الفراخ. بصوا عامله ازاي، الكفر من بره مقرمش وجميل جميل. احطها على الرز بقى. والتانية هعملها بصلصة تمام. حطيت معلقتين صلصة طماطم، عليهم رشة زيت، رشة ملح، ورشة فلفل اسود. بصوا بقى الجمال والحلاوة. طبعا سويت الرز فيه كبد وقوانص اللي اتفضل، وقدمتها ويا بنات. وشوربة الخضار شايفين لونها من الجزرية المبشورة، وقالت كام قرن فلفل كده، واكلة خفيفة وزي العسل زي العسل. نفتحها بقى. بصوا طبعا يا بنات عايزه اقول لكم ان الفراخ طلعت من الفرن انا حمرتها على طول، فهي كانت سخنه جدا جدا، مش قادره المسها مش قادره المسها. بصوا شايفين الدخان، وطعمها كانها فراخ مدخنه كده، تحفه 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 تحفه. استوت مظبوط لان انا زي ما قلت لكم انا راقبتها. وبدأت اكل بقى يا بنات. طبعا احنا كلنا فرخة، والفرخة التانية احنا ما قدرناش ناكل اكتر من كده، بس انا عملت اكل اليومين. اليوم التاني بقى يا بنات ان شاء الله ربنا احيانا، بلفها بحط الاول عليها ورق زبدة، وبلفها بقى بورق قصدير اللي هو ورق ألمونيوم، وبعد كده ادخلها الفرن يا اما الميكرويف، وتطلع معاكي سخنة كأنك لسه عاملاها بالظبط. وبسخن بقى عندي شوية الرز اللي هو بالخلطة ده مع طبق شوربة خضار، وبألف هنا وشفا على اللي يجربها. بجد طعمها حلو قوي 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 يا بنات فوق ما تتخيلوا. بصوا جايه اشد الورك عشان اكله، وطلعت العضمايه في ايديا مستويه قوي قوي قوي. خلاص يا بنات ده فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.